شوف، الصفقة اللي بتيجي من غير ضجة دي بتفائل بيها جدا، لأنك مش مستني منه حاجة وهيلعب من غير ضغوط، وهنا أنا واثق إنه بعد كده هيكون واحد من نجوم الفريق. وأعتقد يعني ده اللي هيحصل مع اللاعب أحمد رضا هاشم، لاعب بتروجيت ولاعب الأهلي المحتمل. رضا بيلعب ديفندر ومدافع وبعض الأحيان باك رايت، وأعتقد بعد خروج أكرم توفيق فرضا هيكون بديله. هو عنده 24 سنة، قبل بتروجيت كان في الزمالك ولعب في القطاع 4 سنين، كان واحد من افضل لاعبي القطاع، وكارترون اشاد باللاعب جدا، وكان من ضمن اللعيبه الموجوده مع فريق الامل. ولكن بعد ما الفئه السنيه بتاعته اتلغت فكان لازم تعمل له عقد، وهنا الزمالك فعلا عمل له عقد، بس ما وثقوش علشان في 2021 ينتقل لبتروجيت مجانا. بتروجيت وقتها كان بيلعب دوري محترفين اللي هو دوري الدرجه الثانيه، ومن وقتها بيشارك مع الفريق بشكل اساسي ومقدم مردود هايل. كان لاعب مميز جدا على المستوى الدفاعي وحتى الهجومي، رغم انه مدافع وديفندر، ولكن كان بيسجل اهداف فعلا حاسمه، لحد لما قدر يساهم مع الفريق للصعود للممتاز مع بدايه الموسم الحالي في الدوري اللي قدر يسجل فيه قدام دجله هدف مميز. يلعب على طول الكرة سامح حضر رصيد الهدف الاول، ادي الجول الاول لبتروجيت، اللاعب رقم 13 وهو اللاعب احمد رضا. المهم مع اول ظهور لبتروجيت في الدوري قرر انه يعمل عكس الطبيعي ده اللي عندنا هنا، ما تطلعش بره، لانه قرر وقتها ان الرجاله اللي ساعدت الفريق للصعود هم اللي هيكملوا في الممتاز، ومن ضمنهم طبعا احمد رضا اللي لعب هذا الموسم حتى الان 11 مباراه، 10 كخط وسط ومباراه وحيده مدافع، والحقيقه مقدم موسم عظيم بالمعنى الحرفي للكلمه. وقبل بدايه الدوري الكل توقع ان بتروجيت اول الهابطين في الموسم القادم، وده ليه بقى؟ لانه طبعا ما عملش زي غيره ومشى ال 30 لاعب وجاب غيرهم. واللي حصل من بدايه الدوري انه تعادل مع بيراميدز ومودرن وزد وانبي، وكسب المصري والجونه وطلائع الجيش، ومقدم موسم كان عكس التوقعات تماما. رضا قدر يسجل قدام الجونه هدف ب3 نقاط، والمباراه انتهت وقتها 1-0. كمان قدر يصنع الهدف الثاني قدام المصري في المباراه اللي انتهت 2-1. فهو متألق على المستوى الدفاعي ومتألق برضه على المستوى الهجومي. لو اتكلمنا بقى على المستوى الفني فرضا مدافع وديفندر عاقل جدا، مميز في استخلاص الكرة بدون فاول، خط وسط ذكي في قفل مساحات التسديد او حتى التمرير، كمان عنده وعي في التحرك والتغطية، وهو صاحب اعلى معدل افتكاكات في الدوري حتى الان. يمتلك توقع هايل لمسار الكرة، والكرة بالنسبة له مش ضرب والسلام، لا هو دايما عقله شغال. كمان رضا مدافع شيك، الكرة تحت رجله حلوة، جيد جدا في بناء اللعب، عنده نسبة كويسة في دقة الباص، لاعب بيخرج بالكرة تحت الضغط بشكل هايل، وراكز في نفسه كده مش متعفرط. كمان عنده بعض الحلول الفردية على المستوى المهاري، لو وقع في موقف 1 على 1 هيقدر يطلع بالكرة بشكل هايل. ركز بقى في الجزئية اللي جاية دي لأنها فعلا مميزة جدا. رضا لما يستلم الكرة دايما بتكون عينه لقدام، مش بتاع انه يعمل الباص لورا او بالعرض، لا، الباص بتاعه دايما بيكسر خطوط وبيحل مشاكل، بيحاول ياخد الريسك في سبيل انه ما يخسرش الهجمه، بيحاول يكسب وقت بباص واحد فقط يكسر بيه خط او اتنين ويوصل بيه فريقه للتلت الاخير في الملعب. مميز جدا في استكشاف المساحه ودقه الباص بتاعته جيده. ضيف على اللي انا بقوله لك ده انه مسدد هال على المرمى، ورغم انه ديفندر الا انه عمل 17 تسديده على المرمى من بدايه الدوري بمعدل تسديدتين في المباراه الواحده. كمان رضا بيجيد لعب الضربات الرأسية سواء على المستوى الهجومي أو حتى على المستوى الدفاعي، يمتلك ارتقاء مميز وقوة بدنية في الالتحامات الهوائية جيدة، يمكن محتاج يشتغل على الكتلة العضلية شوية، بس هو بدنيا واقف على رجله ولكنه مش ضعيف. الخلاصة كده أحمد رضا خط وسط مميز ومبشر جدا، ويقدر مع النادي الأهلي يوصل بمستوى فني أعلى من كده بكتير، لانه لاعب كتأسيس هايل، لاعب يمتلك امكانيات جيده، وانا واثق ان لو تم الاهتمام بموهبته هيكون واحد من اهم لاعبي النادي الاهلي ومنتخب مصر. ولحد هنا يا صديقي انا خلصت كلامي، عايزك تقول لي رايك في اللاعب في الكومنتات تحت. هل احمد رضا لو انضم للاهلي هيقدر يشكل اضافه ويعوض رحيل اكرم توفيق، ولا انت شايف ايه؟ وهل بتشوف انه ديفندر محترف ولاعب كورته اعلى من لعيبه كتير في الدوري ولا لا؟ هستنى الكومنت بتاعك لانه يهمني جدا. واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي او اللي اسمها اسيست، بنتكلم كتير في الكوره هناك، فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. سلام.
يلعب على طول الكره سامح حضر رصايا، وادي الهدف الاول، ادي الجول الاول لبتروجيت